بتحبوا الكفتة؟ طب بتحبوا البطاطس ولا بتحبوا الصوص البني؟ لا 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 لا، طب بتحبوا الاكل يكون متجرق كده في الصوص وعليه جبنه سايحه من فوق الوش؟ يلا نعمل بقى احلى ميت بولز او كرات محشيه بطاطس وجبنه من جوه وعايمه كده في الصوص البني او الجريفي صوص وعليها جبنه من فوق الوش. يا نهار ابيض، تحفه، وصفه خرافيه بالمعنى الحرفي، لازم تجربوها. اول حاجه هنجيب بطاطسايه متوسطه ونقشرها كويس جدا وبعد كده نغسلها وبعد كده نقطعها مكعبات صغيره ونسلقها في ميه مغليه ومعلقه من السكر. وانا حطيت معلقه من السكر عشان يعادل الطعم، لان هحط بعد كده على البطاطس جبنه، فانا مش عايزه ان تكون البطاطس مملحه وكمان نحط عليها جبنه. ههرسها كويس جدا بالهراسه وهحط عليها معلقه كبيره من الجبنه الكريمي او اي جبنه تكون متوفره عندكم بتسيح. ممكن جبنه شيدر، ممكن جبنه موتزاريلا، ممكن جبنه قشقوان، اي جبنه بتسيح ممكن تحطوها. انا حطيت الجبنه الكريمي عشان تدينا النعومه اللي انتوا شايفينها دي والطراوه، واول ما نقطع كده الميت بولز تسيح كده. طيب هنجيب بقى البطاطس ونكورها بس بمساعدة الزيت عشان ما تلزقش في ايدينا. هنكورها كورات صغيرة جدا جدا، وبعد ما نكورها ونخلص الكمية كلها هنحطها في الفريزر عشان تمسك نفسها. انا حطيتها في الفريزر عشان تجمد معايا واقدر احشيها في الميت بولز وما تسحش اثناء التسوية بسهولة. يلا نعمل بقى خليط اللحمة المفرومة. هنجيب كيلو من اللحمة المفرومة، عليها نص حزمة من الكزبرة الخضراء وعليها معلقة كبيرة من الملح ومعلقة صغيرة من الفلفل الاسود، رشة جوز الطيب ودي اختياري، ممكن نبدلها برشة من البهار الحلو اللي هو الكباب الصيني، ونحط كمان 2 معلقة صغيرة من البيكنج باودر وبصلة كبيرة مفرومة ومعصورة وكمان فلفل احمر بارد او حار حسب الرغبة ويكون برضو معصور. وهنفضل نخلط الخليط ده كويس جدا او نعجنه زي ما بنعجن العجين لحد ما يتكون في اللحمة خيوط. احنا كده اول ما تظهر معانا الخيوط هنعرف ان الخليط ده اتعجن كويس جدا والمكونات دخلت في بعض كويس جدا، وبكده خليط اللحمه المفرومه هيكون جاهز للحشو. هنحاول طبعا ان احنا نعمل كرات اللحم تكون متساويه وكمان تكون متوسطه في الحجم، عشان لو عملناها كرات صغيره اللحمه المفرومه مش هتغطي كرات البطاطس وممكن تسيح مننا اثناء التسويه وهيبقى المنظر او الشكل النهائي مش ظريف خالص. فاحنا هنجيب كل كوره من كرات اللحم وتكون كوره متوسطه، هنفردها بايدينا بالشكل اللي انتوا شفتوه في الفيديو ده، ونحط كوره من كرات البطاطس والجبنه ونحاول نقفل عليها كويس جدا عشان ما تخرجش اثناء التسويه وتسيح ويبقى الشكل مش حلو والنتيجه طبعا مش هي دي اللي هترضينا. اول ما نخلص كل الكميه اللي معانا بتاعه اللحمه المفرومه والبطاطس وهتبقى بالشكل الحلو قوي ده، هنحطها على جنب ونجيب بقى طاسه سخنه على النار ونحط عليها مكعب زبده ونحط كمان شويه من الزيت ونجيب بقى كرات اللحم هنغمسها كده في الدقيق من بره ونروح نحطها في الطاسه السخنه قوي دي. هناخد بقى كرات اللحم نقلبها من كل الاتجاهات عشان تدينا لون حلو قوي. انا عايزه لون حلو قوي للميت بولز دي. زي ما انتوا شايفين كده خدت لون حلو قوي قوي من كل الاتجاهات. بجد والله عايزه هي نجيب رغيف سخن كده وناكله كده، يعني مش عايزه ولا صوص ولا حاجه، بس احنا بقى لما نعملها بالصوص هتشوفوا عامله ازاي، وبجد طعمها خرافي، لازم تجربوها لازم. هنحطها بقى كلها في طبق على جنب، وفي نفس الطاسه اللي احنا حمرنا فيها الميت بولز او كرات اللحم دي هنحط عليها بصلايه متوسطه مفرومه ونحمرها لحد ما تاخد لون ذهبي بس يكون غامق. يعني انا عايزاه يكون لونه غامق عشان يديني الصوص البني الغامق. وبعد كده هحط عليهم معلقتين من الدقيق ومكعب من الزبدة، وبرده هحمر الدقيق ياخد اللون ذهبي فاتح. وبعد كده هحط عليهم كوبايتين من المية، مية عادية متفلترة عادية من الحنفية، بس بالتدريج نحط كوباية في كوباية ونقلب حتى يمتزج بقى الخليط ده. يعني مش قادرة اقول لكم على الريحة وانتوا بتشموها في الوقت ده تجنن، يا ريتكم كنتوا معايا. خلي بالكم ان احنا واحنا بنقلب احنا بنطلع اي طعم نزل من الميت بولز او الكرات اللحم في الطاسه بينزل في الصوص وبيدي طعم خرافي.
هحط معلقه صغيره من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود. وانا الاكله دي كلها اللي انتوا شايفينها انا ما بحتاجش فيها بهارات كتيره خالص، بعتمد فيها على طعم اللحمة، ولازم تكون طبعا لحمة من جزار كويس ومضمون، وبنعتمد على بس ملح وفلفل اسود. وجوه الخليط انا حطيت رشة كبابة صيني او رشة جوز الطيب بس كده. وبعد كده بقى هرجع تاني كرات اللحم جوه الصوص، ياخد غلوتين 3 كده معاها ويستوي للاخر. بعد كده هرش عليها رشة جبنة حلوة من الجبن اللي بتسيح، اي جبنة عندكم، ورشة كزبرة خضراء، وهدخلها تحت الشواية هتطلع بالجمال ده. شوفولي بقى احلى بجد كرات لحم او ميت بولز هتاكلوها في حياتكم. جربوها وهتدعولي بجد، حلو وحلاوه مش قادره اقول لكم. صغير كبير اي حد هياكلها منكم ومن ايديكم او هيشوفها عندكم بجد هيقول لكم الطريقه ازاي والوصفه ايه، وهيعملها وهيدمنها كمان. بس مش قادره اقول لكم بقى على الجبنه السايحه اللي من فوق الوش، وانا زينتها كمان بالفلفل الاحمر الحار ورشه من الكزبره الخضراء. مش قادره اقول لكم بقى على طعم الصوص، يجنن بجد، صوص خرافي. انا قدمتها مع الرز البسمتي، وممكن كمان تقدموها مع رز ابيض مصري عادي، وممكن كمان تعملوها مع رز بالشعريه، هي بتليق مع كل حاجه. وممكن كمان مع عيش سخن بلدي او لبناني، يا نهار ابيض يجنن. بصوا بقى البطاطس من جواها سايحه مع الجبنه، مع هي غرقانه كده في الصوص البني ده، يجنن 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 يعني بجد حلو حلاوه انا مش قادره اقول لكم. حطوا بقى معلقه كده من الرز وعليها قطعه من الميت بولز السايحه النايحه دي، وعليها بقى شويه من الصوص ده. يا ربي رهيب. ما تنسونيش، انا منى الموان. باي باي.